في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المباراة المرتقبة الكبيرة واللي جماهير النادي الأهلي تأمل بالفوز وتأمل بالانتصار. النادي الأهلي اللي عايز يصالح جمهوره، محمد شبانة طلع على قناته على اليوتيوب امبارح وقال مش هنقبل أي خسارة تاني بعد الخسارة من الزمالك ومنتظرين عودة الأهلي بالفوز. محمد شبانة يوعد كل الجماهير الأهلوية بفوز النادي الأهلي خارج الديار. النادي الأهلي لو قدر يكسب ووصل للمباراة النهائية هيكون خامس مرة على التوالي يوصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا في التاريخ. مفيش نادي في العالم قدر انه يوصل للبطولة 5 مرات على التوالي. وكمان يا سادة الزمالك يستعد بقوة علشان يلعب مباراة نصف نهائي في بطولة الكونفدرالية، اللي ان شاء الله بعون الله الزمالك والاهلي كل من هما يصلوا للمباراة النهائية، وبعون الله الزمالك يقدر ياخد الكونفدرالية، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر ياخد بطولة دوري ابطال افريقيا علشان يلعبوا قصاد بعض في السوبر الافريقي، علشان تكون مباراة مصرية افريقية كبيرة جدا جدا جدا. وكمان يا سادة شيكابالا اللي عمل حركة مش محترمة لجماهير الاهلي بعد فوز الزمالك على الاهلي، لسه لعند النهاردة لجنة الانضباط ما طلعتش اي خبر عن الموضوع ده، ولسه ما فيش اي عقوبات عن الموضوع ده. ولو اي لاعب من الاهلي عمل اللي شيكابالا عمله طبعا كلنا عارفين العقوبة هتنزل تاني يوم. عزيزي المشاهد، هو ده كان فيديو النهاردة. شكرا لكل اخواتي وحبايبي، شكرا لكم من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله.